السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلبة تانية ثانوي في كل محافظات مصر، طلابي واصحابي واخواتي، الولد اخويا والبنت اختي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف سلامة وبألف سعادة. هناخد مع بعض النهارده الدرس الثاني في الوحدة الثانية، هو الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، ودي الحصة الأولى في شهر 11. حبيب قلبي، لو بتتفرج على الحصة دي على قناة اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتبعت الحصة لكل اصحابك، ولو عايز تشترك معانا في المنصة بص على أول كومنت هتلاقي لينك المنصة ولينك فيديو يعرفك ازاي تشترك في المنصة، وكمان هتلاقي رقم الواتساب لو عندك أي سؤال. يلا بينا، سمي الله وصلي على رسول الله، نبدأ مع بعض حصة النهارده. يلا بينا حبايبنا، افتح مذكرتك وسمي الله وصلي على رسول الله. هناخد مع بعض النهارده درس الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، طبعا أبو بكر وعمر وعثمان، ولكن في عهد علي بن أبي طالب هتتوقف حركة الفتوحات الإسلامية. أبو بكر الصديق فتوحاته من عام 11 إلى عام 13 هجريا، وطبعا فتوحات أبو بكر الصديق كانت في الجزء ده اللي هو الجزء بتاع العراق والشام ودمشق. خلاص كده، تعالى كده بقى معايا. قال لك بعد ما ابو بكر الصديق عرف يقضي على خطر المرتدين، قلت لك هيبدا خلاص بقى في الفتوحات الاسلاميه. فبعد ما نصر على المرتدين واستقرت الدوله الاسلاميه، ابتدى يامن حدود الدوله الاسلاميه، وابتدى خلاص يوجه الجيوش بتاعته الى دولتين ومكانين، العراق والشام. عمر بن الخطاب قال لك كمل اللي بدأه أبو بكر الصديق، فكمل الفتوحات الإسلامية في العراق والشام، بس زود عليها توسعات في فتح مصر وبلاد فارس اللي هم الفرس. يبقى كمل الخطة بتاعت أبو بكر الصديق في فتوحات العراق والشام، وهيكمل بعدها للفرس ومصر. عثمان بن عفان من 23 إلى 35 هجريا، جيوشه وصلت إلى بلاد فارس شرقا وبلاد إفريقية غربا، كلمة إفريقية اللي هي دولة تونس دلوقتي، لحد إرمينيا شمالا والنوبة جنوبا. لو سمحت بقى اعمل لي الشكل ده كده قدامك، دي الاتجاهات. يبقى شمالا راح إرمينيا، شرقا راح فارس، غربا راح إفريقية، جنوبا راح النوبة. يبقى شمالا إرمينيا، جنوبا النوبة، الشرق بلاد فارس والغرب إفريقية. تاني، شمالا إرمينيا، جنوبا النوبة، شرقا إفريقية، شرقا بلاد فارس وغربا إفريقية. دي كده التوسعات بتاعت عثمان بن عفان اللي هو الخليفة الثالث. لكن في عهد علي بن أبي طالب وقفت كل الفتوحات الإسلامية بسبب الفتن والانقسامات، ثم هترجع تاني الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية. يبقى آخر فتوحات إسلامية في الخلفاء الراشدين كانت في عهد عثمان بن عفان، لكن في عهد علي بن ابي طالب وقفت الفتوحات الاسلاميه بسبب ان في الفتره دي حصل انقسام وفتن داخليه بين المسلمين اتعاركوا مع بعض وبقى في مشاكل بين المسلمين، فما بقاش في توحيد للجيش ولا في فتوحات اسلاميه. هترجع تاني الفتوحات الاسلاميه لما نبدا بقى في عصر الدوله الامويه. تعال نشوف بقى الفتوحات الاسلاميه في بلاد العراق. هناخد اول خليفه هو ابو بكر الصديق. قال لك دي بدأت لما الخليفة أبو بكر الصديق بعت القائد خالد بن الوليد، وقدر في خلال شوية شهور قليلة إنه يفتح أكتر من نص العراق دون أن يجبر أحد على الدخول في الإسلام. يبقى كده يا مستر تحقق مبادئ الإسلام في فتح العراق، حيث أن خالد بن الوليد لم يجبر أحد في الدخول على الإسلام. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب بدأت المرحلة الثانية من الفتوحات الإسلامية، بس هيتم تغيير القائد. بدل خالد بن الوليد هيبقى سعد ابن أبي وقاص. وهنا حبيب قلب القائد اتغير، لان المسلمين ابتدوا يحسوا من جواهم ان احنا بنكسب بسبب خالد بن الوليد، احنا طول ما احنا معانا خالد بن الوليد ما بنخسرش. عشان كده ابو بكر الصديق هيغير خالد بن الوليد عشان يثبت للمسلمين ان انتوا بتكسبوا بسبب ربنا مش بسبب خالد بن الوليد. فهنا حبيب قلبي هيتم تغيير القائد العسكري في العراق. يبقى العراق شهدت 2 قادة عسكريين، الموجة الأولى أو المرحلة الأولى كان خالد بن الوليد، المرحلة الثانية هيبقى سعد ابن أبي وقاص. في المرحلة الثانية يا مستر المسلمين عملوا معارك كتير، زي معركة ذات السلاسل وفتح الحيرة وموقعة البويب ومعركة القادسية وفتح المدائن. كل دي معارك هيعملها المسلمين. هناخد فيهم القادسية. القادسية دي كانت عام 15 هجريا. مين ومين يا عم؟ قال لك دي المسلمين والقائد بتاعهم سعد بن أبي وقاص ضد الفرس. طيب ايه اسباب معركة القادسية؟ خلي بالك بقى عشان الوحدة الثانية هي اكتر وحده بيجي منها اسئله في الامتحان اكتر من الوحده الاولى. الدوله العباسيه والامويه والخلفاء الراشدين والفتوحات بتاعتهم ال4 دروس بتاع الوحده الثانيه هم اكتر دروس بيجي منها اسئله في الامتحان. معركه القادسيه يا حبيب قلبي كان اسبابها ان المسلمين اتعرضوا لهجوم مضاد، يعني هجوم عكسي من الفرس.
افقدهم ما فتحوه تحت قياده خالد بن الوليد. يعني الحاجات اللي خالد بن الوليد اكدها اللي هو اكثر من نصف العراق، ايه اللي حصل؟ قال لك ان الفرس عملوا هجوم عكسي على المسلمين، فالحاجات اللي كسبناها ايام خالد بن الوليد معظمها خسرناها. طب ايه بقى نتيجتها؟ قال لك نتيجتها ان انتصر المسلمين انتصارا حاسما على الفرس، وكده خلاص الفرس مش هيسيطروا على العراق، فانتهت سيطرة الفرس او آل ساسان اللي هم الفرس او الدولة الساسانية. آل ساسان يعني عيلة ساسان او دولة ساسان، ما احنا الفرس دي اخدنا عنها في الدرس الاول ان احنا بنسميها الدولة الساسانية. فخلاص كده الدولة الساسانية اللي هم الفرس اللي هم آل ساسان انتهت سيطرتهم على العراق. العراق دي يا مستر بالنسبة لدولتهم هي الجبهة الغربية. تعال اوريك ازاي. حضرتك يا حبيب قلبي لو بصيت على الخريطة دي كده، دي كده بلاد الفرس، هتلاقي مكتوب عندك فارس اهي، تمام كده؟ دي اهي بلاد اسمها بلاد الفرس. الفرس حبيب قلبي غربها على طول العراق، يبقى كده هم فقدوا الجبهه الغربيه في معركه القادسيه. اسمها ايه؟ فقدوا الجبهه الغربيه في معركه القادسيه لما خسروا العراق. وكده يا مستر انتقلت حدود الدوله الاسلاميه مع الفرس الى جبال زاجرس بدلا من العراق. يبقى كده يا مستر حصل تغيير في الحدود السياسيه. حدود الدوله الاسلاميه يا مستر اتسعت، ضمت العراق، فبقت موجوده مع الفرس لحد جبال اسمها جبال زاجرس. خلاص كده؟ اللي موجوده في العراق وفي ايران جبال زاجرس. طيب تعال نكمل. هيبتدوا يخشوا حاجه اسمها فتح المدائن. مدائن دي يا مستر، المدائن دي مدينه بنسميها حاضره الفرس. كلمه حاضره يعني عاصمه، يعني المدائن دي يا مستر هي عاصمه دوله الفرس، فهيروحوا يفتحوا المدائن اللي هي عاصمه دوله الفرس. مين ومين؟ نفس القاده، سعد بن ابي وقاص ضد الفرس. ايه اسبابها؟ ان احنا عايزين نكمل فتوحات الاسلاميه وننشر الاسلام في كل باقي مدن الفرس. احداثها ايه؟ قال لك المسلمين قاموا بحصار عسكري على المدائن لمده شهرين لحد ما هرب كسرى. ويا حبيب قلبي الفرس اي حد بيحكمهم بيبقى اسمه كسرى، مصر اي حد بيحكمها بيبقى اسمه المقوقس، الروم اي حد بيحكمها بيبقى اسمه القيصر. خلاص كده؟ فلقب حاكم الفرس اي حد بيحكم الفرس بيبقى اسمه كسرى زي ما قلت قبل كده. فلما حصل حصار حاكم الفرس اللي هو كسرى هو والقاده بتوعه هربوا. فيجي هنا يقول لك في الامتحان يقول لك حدث فراغ سياسي للفرس اثناء معركه ايه؟ تقول لي اثناء فتح المدائن. ليه يا عم حدث فراغ سياسي؟ لان حاكم كسرى وكل رجال بلاطه، كلمه رجال بلاطه يعني رجال القصر الملكي بتاعه، الناس اللي شغاله معاه في القصر، كبار الدوله، الوزراء والحكام اللي شغالين معاه، دي معنى كلمه رجال بلاطه، يعني رجال البلاط الملكي، يعني القصر الملكي، كلهم هربوا. فكده حدث فراغ سياسي لدوله الفرس بعد فتح المدائن. نتيجتها ايه بقى؟ نتيجتها ان دخول المسلمين دول معارضه، لان كلهم هربوا يا مستر، الحاكم والرجاله بتوعه. وسعد بن ابي وقاص نزل بالقصر الابيض واتخذه مصلى، القصر الابيض اللي هو القصر بتاع حاكم كسرى، وصلى فيه. كمان ارسل سعد ما تركوه مثل تاج وسوار كسرى. حبيب قلبي طبعا حاكم كسرى لما هرب ساب التاج والسوار بتاعه، فسعد بن ابي وقاص اخذهم وبعتهم للخليفه عمر بن الخطاب عشان يعرفوا ان هم فتح المدائن. ما هو لما يبعت له التاج والسوار بتاع حاكم كسرى دي معناها ان هو دخل فتح المدائن واخذهم منه. فامر سعد جنوده بان يستمروا في فتح باقي المدن بتاعت الفرس اللي تبع لكسرى، وبالفعل نجح المسلمين بفتح بقيه المدن اللي تبع حاكم الفرس. طبعا لما سعد بن ابي وقاص بعت لعمر بن الخطاب التاج والسوار بتاع كسرى، عمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال له عففت فعفت رعيتك. يعني ايه يا مستر؟ طول ما انت عفيف يعني محافظ على الامانه رعيتك هتكون عفيفه، هم كمان ما فيش حد فيهم هيكذب ولا حد فيهم هيكون حرامي، لان سعد بن ابي وقاص كان في ايده ان هو ياخد التاج والسوار وياخدهم لنفسه، صح كده؟ لكن بسبب امانته بعته من الخليفه عمر بن الخطاب. ركز بقى معايا. الرسول صلى الله عليه وسلم يا حبيب قلبي وهو مسافر من مكه ليثرب كان قريش حاطه فديه، اللي يلاقي الرسول ويسلمه هنديله فلوس. فكان في واحد من ضمن الناس اللي بتجري ورا الرسول عشان تعرف مكانه عشان تسلمه، كان اسمه سراقه ابن مالك، وفعلا عرف يجيب مكان الرسول، والرسول قال له سيبني وانا اوعدك هديك تاج وسوار كسرى. وفعلا الراجل سابه. طب يا مستر هو الراجل ده متخلف؟ ليه يا عم متخلف؟ هو ازاي صدق الرسول؟ هو الرسول هيجيب له تاج وسوار كسرى منين؟ ما عشان يجيب له تاج وسوار كسرى لازم يروح يحارب حاكم كسرى، والرسول هيروح يحارب حاكم كسرى ازاي وهو اصلا هربان وضعيف ومعهوش مسلمين وعدد المسلمين قليل؟ ولكن الراجل صدقه.
لان ما تنساش ان هم كانوا عارفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو الصادق الامين، بالرغم من ان هو كافر لكن عارف ان سيدنا محمد ما بيكذبش، لان هو عارفين ان هو صادق وامين وعارفين ان هو نبي، لكن ما كانوش بيؤمنوا بيه بسبب خوفهم على مصالحهم الشخصيه، وبسبب حته ان انا ابويا وده دين ابويا ودين امي، هذا ما رآه علينا اباؤنا واجدادنا، ما ينفعش نسيب دين ابونا وامنا. فسراقه بن مالك ده صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا لفت الايام والسنين، ولما المسلمون فتحوا قسرى واخذوا التاج والسوار راحوا ادوها لسراقه ابن مالك، وكده يكون اتنفذ وعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليه بعد مرور سنوات من السنوات. طيب الفتوحات الاسلاميه بقى في بلاد فارس، احنا كده عرفنا في بلاد العراق. في بلاد فارس هتظهر الفتوحات الاسلاميه في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. قال لك المسلمون راحوا يفتحوا الامبراطوريه الفارسيه بقى كلها، والكلام ده كان عام 21 هجريا. يجي يقول لك في الامتحان بما تفسر قيام المسلمون في عهد عمر بن الخطاب بتوجيه الحركه الفتوحات الاسلاميه لبلاد فارس. ليه عملوا كده؟ تقول لي بسبب الغارات المستمره على المسلمين. الفرس يا مستر بيعملوا غارات على المسلمين، يعني بيعملوا هجوم على المسلمين، ما سكتوش. يعني بعد اللي حصل في معركه القادسيه وفتح المدائن الفرس ما سكتوش، عمالين يعملوا غارات وهجوم على المسلمين. عشان كده عمر بن الخطاب هيبتدي يعمل فتوحات لبلاد فارس عشان ياخد باقيهم كل الامبراطوريه بتاعتهم. طيب يبقى كده يا مستر كان سبب دفاعي، احنا بندافع عن نفسنا، هم بيهجموا علينا وبيعملوا غارات واحنا رحنا ندافع عن نفسنا. من اهم المعارك اللي عملناها في بلاد فارس معركه اسمها معركه الري وفتح خراسان وفتح نهاوند. يبقى كده يا مستر الفرس احنا عملنا معاهم معارك كتير. المعارك اللي عملناها معاهم في العراق، المعارك اللي عملناها معاهم في العراق غير المعارك اللي احنا عملناها معاهم في الفرس. خلاص كده. بص بقى كده يا صاحبي، صلي على النبي. بص يا صاحبي، احنا لما جينا اتكلمنا عن فتوحات العراق قلنا ان هم عملوا موقعة اسمها ذات السلاسل، موقعة اسمها فتح العيرة، عملنا معاهم القادسية ثم البويب، وعملنا فتح المدائن. دي معارك عملناها مع الفرس في عهد عمر بن الخطاب بس في العراق. لكن في عهد عمر بن الخطاب مع الفرس بس في بلاد فارس مش في العراق كانت معارك تانية خالص. كان اسمهم ايه بقى؟ كان اسمها معركة الري، فتح خراسان، ومعركة اسمها فتح نهاوند. نهاوند دي بنسميها فتح الفتوح، وهنعرف دلوقتي القصة. تعال ناخد فتح نهاوند اللي احنا بنسميها فتح الفتوح. يجي يقول لك في الامتحان بما تفسر سميت نهاوند بفتح الفتوح، تقول لي حيث انها كانت من اعظم الفتوحات في بلاد فارس والتي تم القضاء على بلاد الفرس، عشان كده سميناها فتح الفتوح. مين ومين يا عم؟ قال لك كان المسلمين بقياده النعمان ابن مقرن. اسمه ايه؟ النعمان ابن مقرن، ضد حاكم الفرس اللي كان اسمه كسرى. قلت لك اي حد بيحكم الفرس كان اسمه كسرى، بيلقب بكسرى، اسمه شهرته كسرى. اسمه الحقيقي بقى الحاكم ده يا مستر كان اسمه يزجرد الثالث. يبقى حبيب قلبي معركه نهاوند مين ومين؟ تقول لي المسلمين النعمان ابن مكرم، الفرس يزجرد الثالث. طب ايه اسبابها؟ قال لك كسرى الفرس اللي هو يزجر الثالث كان بيحاول ان هو يرجع دولته المنهاره اللي احنا اخدناها منه في العراق، وكمان بعد اسر وقتل كبار دولته اسرنا ناس من كبار الدوله وقتلنا ناس منهم، فبقى عاوز يرجع كرامته ويرجع تاني الدوله بتاعته اللي احنا خدناها منه. طب ايه احداثها؟ قال لك يزجر قام بمراسله مناصريه، يعني معاونيه، احلافه، الناس اللي بتساعده، ليجتمعوا في حرب ضد المسلمين. يبقى كده يا مستر كون حلف عسكري ضد المسلمين في معركه نهاوند، هيعمل حلف على المسلمين. الفرس تحصنوا في نهاوند وحفروا الخنادق، كلمة خنادق يعني حفر كبيرة موجودة في الأرض. الفرس أرسل الفرس قائدهم للتفاوض مع المسلمين، لكن المفاوضات فشلت. يبقى كده يا مستر في البداية استخدموا الأسلوب الدبلوماسي. في البداية كانوا عايزين يستخدموا أسلوب مفاوضات، يتكلموا مع المسلمين، لكن المفاوضات فشلت. انتهى مستر الموضوع بايه؟ ان قام القتال واشتد القتال وتم استشهاد القائد المسلم النعمان ابن مقرن. طب ايه نتيجتها؟ نتيجتها المسلمين انتصروا واتحطم نفوذ دولة الفرس وفتح ابواب بلاد فارس على مصراعيها. ده شكل كلمة مصراعيها دي معناها يعني اتفتحت كده حبيب قلبي ابوابها قدام المسلمين بتستقبل المسلمين، كل بلاد فارس بقت تبع المسلمين ومستنية المسلمين. يبقى كده حققنا نتيجة سياسية عسكرية، انتصر المسلمين وفتح ابواب فارس امام المسلمين. فعهد عثمان بن عفان تم إعادة فتح المناطق التي تمرد أهلها ومنها خراسان. يعني خراسان دي حبيب قلبي دخلها الإسلام، لكن بعد كده أهلها تمردوا وما بقوش يسمعوا كلام الإسلام ولا المسلمين، عشان كده تم فتحها للمرة الثانية بسبب تمرد أهلها.
وبعد كده عام 31 هجريا تم قتل حاكم الفرس اللي هو يزجرد الثالث، وبكده تبقى انتهت الدولة الفارسية، وبقى كل بلاد الشرق وكل المدن الفارسية بقت نسيج واحد، يعني دولة واحدة كلهم مسلمين تبع الحكم الإسلامي. فلو جاء في الامتحان قلت لحضرتك ليه نهاوند سميت بفتح الفتوح، تقول لي حيث انها اعظم انتصار على الفرس وادت الى انتهاء دوله الفرس، عشان كده سميناها فتح الفتوح. لو جيت قلت لك في الامتحان في عهد الخليفه الكام بقت كل الفرس دوله واحده دوله اسلاميه، تقول لي في عهد الخليفه الثالث وهو عثمان بن عفان. في مشكله يا جدعان؟ صعبه؟ حلو الكلام. يلا بينا تعال نشوف الفتوحات الاسلاميه في بلاد الشام. قال لك الشام دي كانت خاضعه لحكم الروم، احنا كده مستر قضينا على الفرس. الروم بقى تعال نشوف هنعمل معاهم ايه. فالشام زي ما انت عارف من الدرس الاول في المنهج ان هي تبع الروم ولها وانتمائها السياسي للروم. طيب تعال نشوف ازاي هنقضي على الروم. اول حاجه كان في عهد الرسول اراد منع الروم من الاعتداء على شبه الجزيره العربيه، فجهز لهم جيش بقياده اسامه بن زيد لتامين حدود الدوله الاسلاميه، لكن للاسف الرسول توفى قبل ما يبعته. يبقى الرسول يا حبيب قلبي كان مخطط ان هو هيبعت جيش اسامه بن زيد. ليه يا عم؟ عشان يامن شبه الجزيره العربيه من الروم، لكن مات قبل ما يبعت الجيش ده. عشان كده ابو بكر الصديق اول لما مسك الخلافه وقضى على المرتدين بعت جيش اسامه بن زيد عشان ينفذ اوامر الرسول. فبقول لك اهو ابو بكر الصديق حرص على ارسال جيش اسامه بن زيد بعد وفاه الرسول. اكتب كده دليل على اصراره على تنفيذ خطط واوامر الرسول. مش الرسول كان هيبعت جيش اسامه بن زيد وما لحقش خلاص يبقى انا هنفذ اوامر الرسول وهبعت الجيش بعد وفاه الرسول. وانتهى ده بعد حروب الرده. قلت لك بعد حروب الهده، بعد الانتهاء من حروب الرده ابو بكر بعت 4 جيوش لفتح بلاد الشام ونشر الاسلام والقضاء على الروم. ابو بكر الصديق اختار كبار الصحابه المشهود ليهم ومعروف ليهم بالكفاءه وحسن القياده وحسن التصرف، يعني اختار القاده العسكريين اللي هيقودوا ال4 جيوش. ايه بقى اللي حصل؟ قال لك الروم جيوش المسلمين مقاومه شديده، فاستدعى ابو بكر الصديق خالد بن وليد. قال له يا خالد يا ابن الوليد تعالى بقى الحقنا وشوف هتعمل ايه مع الروم. ده طبعا دليل على ثقته في خالد بن الوليد. يبقى كده دليل على ثقته في خالد بن الوليد، ودليل ان خالد بن الوليد عنده كفاءه وقدره عسكريه. قال له بقى تعالى عشان تشوف هتعمل ايه معاه. وفي الوقت ده كان خالد بن الوليد مشغول بفتح بلاد فارس. مركز معايا؟ قال له لا سيب لي بقى بلاد فارس دي وتعالى بقى شوف مشكله الايه؟ مشكله الروم. ومسك قياده فارس لسعد بن ابي وقاص والقاده المسلمين التانيين وقال له سيب انت بلاد فارس وتعالى بقى شوف لي مشكله الروم. من اشهر المعارك اللي عملها معركه اليرموك، ودي كانت عام 13 هجريه. ركز بقى معايا. مين ومين؟ الروم ضد خالد بن الوليد. مين يا مستر؟ خالد بن الوليد ده قائد المسلمين. الروم من قائدهم واحد اسمه هرقل. اسمه ايه؟ هرقل. اسبابها ايه؟ قال لك بعد ما المسلمين انتصروا على الروم اعلن هرقل حاله الاستنفار الكبرى واخذ في اعداد الخطط العسكريه لمواجهه المسلمين. بعد ما احنا كسبنا الروم اول مره، هرقل ابتدى يعمل خطط عسكريه وابتدى يجهز نفسه لمواجهه المسلمين للمره الثانيه. طيب احداثها ايه؟ قال لك عمرو بن العاص اشار على المسلمين ان يتجمعوا عند نهر اليرموك. احنا يا جماعه نقعد عند نهر اليرموك عشان يبقوا قريبين من الميه حبيب قلبي لو حبوا يشربوا ولا حبوا يستخدموا الميه في اي حاجه. طيب فالتقى الفريقين المسلمين والروم. طب ايه نتيجتها؟ قال لك المسلمين انتصروا وتم هزيمه جيش الروم، وده كان اقوى جيش في العالم وقتها. طبعا كل ده بسبب فضل خالد بن الوليد، والاول طبعا هو فضل الله سبحانه وتعالى وفضل خالد بن الوليد وخطته العسكريه الحربيه. عندما بلغت الاخبار الانتصار الى الحاكم المصري المسلم عندما بلغت الاخبار الى الحاكم الخليفه المسلم، لما الاخبار وصلت للخليفه الاسلامي، ايه اللي حصل يا مستر؟ قال له ايه؟ عندما بلغت اخبار انتصار المسلمين في اليرموك الى هرقل قال عليك يا سوريا السلام، سلام مودع. لما الاخبار وصلت لهرقل حاكم الروم ان هم خسروا في المعركه قال عليك يا سوريا السلام، سلام مودع ونعم البلد لهذا العدو. يعني بيودع سوريا وبيقول لها يلا مع السلامه، ونعم البلد دي يا بختكم يا مسلمين اللي هو العدو طبعا بالنسبه له، يا بختكم بسوريا.
معركة اليرموك بقى دي حبيب قلبي كانت من أعظم المعارك وأكتر معركة اتأثرت فيها حركة الفتح الإسلامي، والسبب الرئيسي اللي هيخلينا بعد كده نفتحه إن شاء الله بيت المقدس وكل مدن الشام. بعد كده هنعمل معركة تانية أو فتح تاني اسمها فتح أجنادين، ودي كانت عن 13 هجرية. أطرافها هي المسلمين بقيادة عمرو بن العاص ضد الروم بقيادة واحد اسمه الأرطبون. اسمه إيه؟ الأرطبون. اسمه إيه؟ الأرطبون. يبقى اليرموك كان القائد بتاعهم اسمه هرقل، أجنادين القائد بتاعهم اسمه الأرطبون. أحداثها إيه؟ قال لك الأرطبون اجتمع بقواته ووزعهم على كل مدن فلسطين لحمايتها عشان يستعدوا لمواجهة المسلمين. عمرو بن العاص واجه الخطة بتاعته بنفس الخطة، خطة مماثلة ليها، والطرفين قابلوا بعض عند أجنادين. أي معركة حبيب قلبي بتتسمى باسم المكان اللي اتعملت فيه، أي معاهدة بتتعمل باسم المكان اللي اتعملت فيه، عشان كده اتسمت فتح أجنادين. طب إيه نتيجتها؟ قال لك انتصر المسلمين وسقوط قتلى من الطرفين، في ناس ماتت من هنا وناس ماتت من هنا، والأرطبون انسحب أخذ بعضه وراح لبيت المقدس. عشان كده عمرو بن العاص فتح عدة بلاد لتأمين القوات والفتوحات الإسلامية في جنوب الشام، يعني عشان يعمل حاجة اسمها الأمن القومي للدولة الإسلامية. يبقى السبب اللي خلاه قام بفتح عدة مدن بعدها هو يأمن الدولة الإسلامية، يحقق حاجة اسمها المجال الحيوي للدولة الإسلامية. كده خلاص احنا عرفنا الأرطبون راح فين وهرب فين، هرب إلى بيت المقدس. طيب يلا بينا بقى تعال نشوف فتح بيت المقدس، وده هيحصل في عهد عمر بن الخطاب. دي المسلمين بقيادة عمرو بن العاص ضد الروم بقيادة أرطبون. يبقى دي كده المرة الثانية اللي هيواجه فيها عمرو بن العاص الأرطبون، دي كده المرة الثانية. المرة الأولى في أجنادين، المرة الثانية لما هيروحوا على بيت المقدس لأن الأرطبون هرب في بيت المقدس. أحداثها إيه؟ قال لك بعد هزيمة الأرطبون تقهقر هو وجنوده، وزي ما قلت لك راحوا قعدوا في بيت المقدس، اللي هيحصلهم على طول عمرو بن العاص وعمل حصار في بيت المقدس. ولكن الروم فشلوا في فك هذا الحصار والأرطبون هرب إلى مصر. يبقى كده حبيب قلبي الأرطبون هرب مرتين. أثناء معركة أجنادين هرب إلى بيت المقدس، والنبي اكتبها كده معايا بقى الله يسترك. يبقى كده حبيب قلبي الأرطبون أهو، الأرطبون هرب مرتين. المرة الأولى أثناء معركة أجنادين وراح هرب إلى بيت المقدس. المرة الثانية هرب أثناء فتح بيت المقدس، راح هرب إلى مصر. يبقى كده دول المرتين اللي هرب فيهم الأرطبون. خلاص كده؟ طيب يلا بينا. فالأرطبون هرب وراح إلى مصر. اشمعنى مصر؟ لأن هي مركز ثقة للبيزنطيين في أفريقيا. مين مصر البيزنطيين دول؟ اللي هم الروم. ما الروم دول اسمهم البيزنطيين، زي الفرس اسمهم الثاني الساسانية. فالبيزنطيين اللي هم الروم. فأهم دولة في أفريقيا لدولة الروم هي دولة مصر، فهو راح عند أهم دولة في أفريقيا عشان يقعد هناك. خلاص كده؟ طيب ليه هناك هيعرف يصد هجمات المسلمين؟ لان هي اهم واقوى دوله افريقيه تحت حكم الروم. اثناء الحصار ده كان في شويه متحدثات كده لدخول اهل بيت المقدس في صلح مع المسلمين. يبقى كده مصر حدث مفاوضات واسلوب دبلوماسي بين المسلمين واهل بيت المقدس عشان يحل المشكله. تعال بقى ركز معايا. كان في كده 3 مواقف، موقف لبطريرك بيت المقدس، وكان في موقف لعمرو بن العاص، وكان في موقف للخليفة عمر بن الخطاب. تعال ركز معايا. البطريرك بتاع بيت المقدس دي كده حبيب قلبي رتبة من رجال الدين زي البابا والقسيس والكلام ده. البطريرك لم يجد بطريرك بيت المقدس سوى الصلح، ما كانش شايف اي حاجة غير ان هو يتصالح مع المسلمين، لكنه اشترط ان يتم الصلح مع الخليفه عمر بن الخطاب نفسه. يعني قال يا عمرو بن العاص انت على عيني وعلى دماغي، بس لو سمحت الصلح يكون مع الخليفه المسلم نفسه، خليفه الدوله الاسلاميه نفسه اللي هو عمر بن الخطاب نفسه، فلو سمحت هاتهولي. يجي بقى في الامتحان يقول لك ايه السبب اللي خلى بطريرك بيت المقدس يطلب الصلح مع الخليفه نفسه؟ لان البطريرك بتاع بيت المقدس كان شايف ان المكان اللي هو بيت المقدس ليه اهميه دينيه كبيره، صح كده؟ يبقى بسبب اهميته الدينيه، يبقى السبب اللي خلاه طلب ان يجي عمر بن الخطاب بنفسه قال له لا معلش
لو سمحت انت على عيني وعلى راسي، بس خليفه المسلمين نفسه اللي يجي يعمل معايا الصلح. ليه يا عم؟ قال له عشان ده بيت المقدس، ده ليها مكانه دينيه ليكوا ولينا مسلمين ومسيحيين. يبقى كده السبب اللي خلاه طلب ان عمر بن الخطاب اللي يجي يعمل الصلح بنفسه هو سبب ديني، وايه اهميه بيت المقدس دينيا. طب ايه هو موقف عمرو بن العاص؟ يقول لك عمرو بن العاص بعت الاخبار دي للخليفه، قال له على فكره البطريرك بيقول ان انا عايز اعمل صلح بس معاك انت نفسك. خلاص كده تمام. فقام جاي عمر بن الخطاب كان ليه راي، قال لك وافق الخليفه، قال له تمام انا جاي، وخرج من المدينه النبويه اللي هي يثرب لاول مره بعد وفاه الرسول. عمره ما طلع من المدينه النبويه من اول ما الرسول مات، دي كانت اول مره يترك فيها عشان يروح بيت المقدس عشان يعمل معاهده مع البطريرك ليفتح بيت المقدس. وكان أول نزول للخليفة بمدن الشام في منطقة كده اسمها منطقة الجابية، حيث وفدت عليها رسل البطريرك طالبين الصلح. أول مكان نزل فيه منطقة اسمها منطقة الجابية. أول ما راح هناك كل بقى الرسل والناس اللي تبع البطريرك بتاع بيت المقدس راحوا لعمر بن الخطاب عشان يعملوا معاه الصلح. خلاص كده يبقى كده مستر عرفت ان اثناء هروب الارطبون الى مصر اهل بيت المقدس حاولوا يعملوا صلح مع المسلمين، وعرفت ان البطريرك طلب ان انا اعمل صلح بس بشرط ان عمر بن الخطاب نفسه اللي يجي، وعرفت ان عمر بن الخطاب راح له وحصل صلح. طب ايه نتيجتها؟ تم فتح بيت المقدس وكان نصر للمسلمين واعزازا ليهم، وكده حصل صلح بين اهل بيت المقدس وبين الخليفه عمر بن الخطاب، بنسميه صلح إلياء. اسمه ايه؟ صلح إلياء. وده كان صلح لن تحظى به اي مدينه اخرى، مفيش اي مدينه واي مكان دخلوا المسلمين عملنا معاهم صلح زي الصلح اللي احنا عملناه مع اخواتنا المسيحيين في بيت المقدس، واديناهم عهد اسمه عهد الامان. وده يا حبيب قلبي عهد الامان. عهد الامان ده حضرتك لما تقراه، احنا يا حبيب قلبي اتفقنا مع اهل بيت المقدس يعبدوا اللي هم عايزينه، يمارسوا شعائرهم الدينيه وكنائسهم زي ما هي، اموالهم زي ما هي، ارواحهم زي ما هي، كل اللي هيدفعوه هي الجزيه، لان ده النظام اللي كان كده كده موجود، وكمان معفي منها الرهبان ومعفي منها الشيوخ ومعفي منها الاطفال ومعفي منها النساء ومعفي منها الناس الغير قادرين. عشان كده صلح إلياء اللي اتعمل مع المسيحيين في بيت المقدس ما عملناهوش مع اي حد قبل كده، وطبعا ده دليل على رحمه الدين الاسلامي. خلاص كده؟ طيب ايه هي بقى مظاهر تطبيق عهد الامان؟ قال لك بعد ما انتهى عمر بن الخطاب من خطبته، عمل طبعا خطبه كالعاده لازم يجتمع ويقول خطبته او يقول كلمته، دعاها البطريرك ليتفقد كنيسه القيامه. قال له تعالى بقى افرجك على كنيسه القيامه، ركز بقى بالله عليك في الكلام ده عشان مهم قوي. قال لك فلبى دعوته يعني وافق، وهو في كنيسه القيامه جه ميعاد الصلاه، ادركته الصلاه وهو في الكنيسه، فالتفت للبطريرك وقال له اين اصلي؟ ده مين اللي بيقول له كده؟ عمر بن الخطاب بيقول للبطريرك وهو في الكنيسه انا عايز اصلي فين؟ فالبطريرك قال له صلي مكانك، يعني صلي هنا مفيش مشكله، ما الكنيسه مكان طاهر مفيش مشكله. فعمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال له ما كان لعمر بن الخطاب ان يصلي في كنيسه، ما ينفعش عمر بن الخطاب يصلي في الكنيسه. ليه يا عمر بن الخطاب، هي الكنيسه وحشه ولا ايه؟ قال له لا، انا لو صليت في الكنيسه المسلمين من بعدي هيجوا يقولوا هنا صلى عمر، فهيهدموا الكنيسه ويعملوها مسجد، وانا مش عايز المسلمين يهدموا الكنيسه ويعملوا مكانها مسجد، انا عايزها تفضل كنيسه زي ما هي وتفضل بتاعتكم. شفت رحمه عمر بن الخطاب؟ شفت المسلمين هم دول المسلمين، فاللي هم دول المسلمين، مش اللي بيفرقعوا كنايس، مش اللي بيشتموا المسيحيين على الفيس، مش اللي بيأذوا المسيحيين، دول مش تبعنا، احنا بريئين منهم ما يخصناش، احنا بره عننا بيهم، هم دول المسلمين. عمر بن الخطاب رفض يصلي في الكنيسه لسبب واحد، خاف ان المسلمين من بعديه يهدموا الكنيسه ويعملوا مكانها مسجد، وهو ما كانش موافق على كده، كان عايز الكنيسه تفضل زي ما هي. فده دليل يا حبيب قلبي على سماحه عمر بن الخطاب وعلى العلاقه المتبادله بين المسيحيين والمسلمين. عشان كده عمر بن الخطاب طلع من الكنيسه وصلى بمكان كده قريب من الكنيسه عند صخره، والصخره دي اللي اتعمل عليها مسجد باسمه. وسبحان الله، بص عمر بن الخطاب لما طلع من الكنيسه وصلى جنبها عند حته كده معينه اتعملت مسجد، كان ساعتها فعلا المسلمين من بعده هيصلوا في الكنيسه، اللي خلاه اول لما طلع من الكنيسه وصلى جنبها المسلمين راحوا عملوا مسجد بعدها على طول. يبقى فعلا اللي كان خايف منه كان ممكن يحصل، لو كان صلى في الكنيسه كان هيجي المسلمين من بعديه ويخلوا الكنيسه دي مسجد. خلاص كده؟ طيب الفتوحات الاسلاميه في بلاد شمال افريقيا، قال لك دي حصلت في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. قال لك المسلمين راحوا جهه الغرب، ودي موجوده يا مستر اللي هي شمال افريقيا. خلاص كده؟ الكلام ده كان عام 20 هجريا، بدأ بأول ما فتحوا مصر على يد عمرو بن العاص، وفي الآخر بعد ما أخذ النوبة وضمها لمصر، لكن للأسف فشل في ضمها. ركز بقى معايا.
فعاد الخليفه عثمان بن عفان قال لك تولى عبد الله بن سعد بن ابي السرح ولايه مصر. لما تم فتح مصر عينوا عبد الله بن سعد بن ابي السرح حاكم على مصر، واستطاع فتح النوبه وعقد مع اهلها صلح سميناه اتفاق البقط. اسمه ايه؟ اتفاق البقط. طيب اتفاق البقط ده حبيب قلبي هو عقد بين اهل النوبه، اديناهم الامان والسلام لبلادهم، والمسلمين هيطمنوهم على ارواحهم وعلى اموالهم وعلى حدودهم الجنوبيه، وفتح النوبه هيكون عشان خاطر التجاره، وهننصر اهل النوبه في المجتمع الاسلامي، وبقى كلنا نسيج واحد يعني دوله واحده. سميناه ايه؟ اتفاق البقط. طبعا الاتفاق ده مش معروف منك تعرف منه معلوماته، بس تعرفني ان تم فتح مصر وتم تعيين عبد الله بن ابي السرح ولينا على مصر، وعملنا مع النوبه اتفاق اسمه اتفاق البقط. طيب فتح سبيطلة اخر حاجه. سبيطلة دي حبيب قلبي مدينه في تونس، كانت عام 27 هجريه. ازاي هنفتح سبيطلة؟ هنمهد الموضوع ازاي؟ قال لك عبد الله بن سعد بن ابي السرح كتب الى الخليفه عثمان بن عفان يستاذنه في فتح سبيطلة. ممكن افتح سبيطلة؟ فوافق. بعد ان استشار الصحابه بشان ذلك، يبقى كده ما وافقش على طول، يبقى كده حبيب قلبي عثمان بن عفان لما عبد الله بن ابي سعد بن ابي السرح قال له عايز افتح سبيطلة وافق، بس ما وافقش على فتح سبيطلة على طول، استشار الصحابه الاول. يبقى ده كده دليل على تنظيمهم لمبدا اسمه مبدا ايه؟ مبدا الشورى. اكتبها عندك بالله عليك، وده المبدا اللي اسسه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابه كلهم. وسبيطلة في الوقت ده كانت تحت حكم البيزنطيين، خلاص كده اللي هم الروم. فهيحصل ايه بقى؟ هيحصل معركه في فتح سبيطلة بقياده عبد الله بن سعد بن ابي السرح، وده تبع المسلمين، ضد البيزنطيين بقياده جيريجوس او جريجر اللي هو والي افريقيا او حاكم افريقيا، وده كان تبع البيزنطيين. اللي بيحكم سبيطلة كان اسمه ايه؟ جريجر. اسمه ايه؟ جريجر. طيب ده كان والي افريقيا اللي هي مستر تونس. افريقيا اللي هي دلوقتي تونس اللي موجوده في الغرب. مش قلت لك شمالا افريقيا، جنوبا النوبه، شرقا بلاد فارس، غربا تونس اللي هي افريقيا، فهيروحوا الغرب اللي هي تونس افريقيا. احداثها ايه؟ قال لك وصل عبد الله بن سعد سيره الى افريقيا اللي هي تونس لحد ما وصل بجيشه الى مدينه سبيطلة اللي موجوده في تونس، وصلها بامان، وهناك اتقابل مع الجيش بتاع جريجوريوس اللي هو جريجر، اللي هو كان حاكم افريقيا اللي تبع الدوله البيزنطيه اللي هم الروم. وعرض على الوالي شويه حاجات، قال له يا تدخل في الاسلام يا تدفع الجزيه يا اما الحرب. ودي يا حبيب قلبي اللي خدناها، قلت لك من عادات الحرب في الاسلام اخر حاجه بنلجا ليها هي الحرب. يبقى الشرط الاساسي اللي احنا عايزينه هو الدخول في الاسلام، يا اما تدفع جزيه اللي كده كده كانت موجوده حتى من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما اخر حاجه كانوا بيلجأوا ليها الحرب. جريجوريوس رفض الدخول في الاسلام ورفض دفع الجزيه وخلاص، رفض جريجوريوس ذلك، وكان المدد قد وصل من المدينه وحصلت معركه بينهم. يبقى الراجل ده رفض الدخول في الاسلام ورفض دفع الجزيه، عشان كده هتحصل الحرب. تعال بقى نشوف نتائج فتح سبيطلة. قال لك انتصر المسلمين بفضل الامدادات اللي جات لنا اللي وصلت من المدينه النبويه. يبقى كده مصر حصل امدادات عسكريه كانت سبب في احراز النصر في سبيطلة. جات لنا امدادات من المدينه النبويه يثرب ساعدتنا في احراز النصر. وتم قتل جريجر اللي هو جريجوريوس اللي هو حاكم سبيطلة، وتم هزيمه الجيش البيزنطي، وبكده نكون فتحنا سبيطلة وفتحنا بعض المدن والحصول. كان ليهم حصون يا مستر البيزنطيين زي حصن قفصة وحصن الأجم. يبقى كده فتحنا كم حصن؟ 2، قفصة والأجم. اسمهم ايه؟ قفصة والأجم. اسمه ايه؟ قفصة والأجم. وقتلنا الحاكم جريجوريوس. اسمه ايه؟ جريجوريوس. اسمه ايه؟ جريجوريوس. لو تقيل عليك قول جريجر على طول. خلاص كده؟ يبقى كده يا مستر حققنا نتائج ايه؟ حققنا نتائج عسكريه سياسيه. انتصرنا، قتلنا جريجر اللي هو جريجوريوس، فتحنا سبيطلة والحصون زي قفصة وحصن الإجم. وبكده تكون الفتوحات الإسلامية انتشرت في كل البلاد وفي المشرق الإسلامي. ولكن زي ما قلت لك ما كانتش موجودة في علي أبي طالب. في عهد علي بن أبي طالب توقفت حركة الفتوحات الإسلامية بسبب الفرقة والانقسامات. هتفضل بقى واقفة الحركة الفتوحات الإسلامية وهترجع تاني إن شاء الله في عهد الدولة الأموية. خلاص كده حبيب قلبي؟ فإن شاء الله المحاضرة الجاية هنعرف بقى مع بعض الفتوحات الإسلامية في عهد الدولة الأموية. درس لذيذ، درس سهل، أهم حاجة تحفظ لي المعارك أسبابها وأطرافها ونتائجها عشان بيسأل عنها كتير في الامتحان. أشوفكم على خير. السلام عليكم.